بيبدأ قصة فيلمنا بكابتن طيار اسمها سنيكلر، وبنشوفها هي بتقوم بعملية تمشيط داخل الصحراء. لكن فجأة بتتعرض طيارتها هي والمساعد جونسون اللي معاها لصاروخ، وبتفقد توازن الطيارة وبتقدر تخرج منها. في نفس الوقت بيكون بيراقبها مجموعة مسلحين من المتمردين. بعد كده بيحاول مساعد سنيكلر ينقذها، لكن بيهجم عليهم المجموعة المسلحة وبيقتل المساعد جونسون. لكن بتقدر سنيكلر تتخلص منهم. بتحاول تتواصل مع القيادة لكن مفيش استجابة، وفي نفس الوقت بيقدروا يتبعوها المجموعة المتمردة، وبتبدأ في الاشتباك معاهم. وبيحاول واحد من الأفراد المتمردة يضرب عليها صاروخ، لكن بتقدر تتفاداه وبتدخل مستودع مظلم. بتبدأ في استكشاف المكان علشان تقدر تهرب، لكن بتشوف بعض من الجثث والهياكل العظمية، وبتكتشف جهاز صغير جنب جثة متحللة فبتاخده. وفي نفس الوقت بتكون المجموعة المسلحة وصلت لمكانها وبيضربوا عليها نار، لكن الرصاص بيجي في صندوق ازاز وبيخرج منه وحش صغير. بتحاول سنيكلر تهرب منهم وبتنزل داخل نفق صغير، وفي نفس الوقت بيكون الوحش قتل واحد من المجموعة المتمردة. وبتهرب سنيكلر لكن بيمسكها واحد من المجموعة المسلحة بس بيقتلوا الوحش. وبتشوف سنيكلر الوحش وبتخاف منه وبتهرب وبتضرب عليه نار وبتجري داخل الصحراء. بيشوفها واحد اسمه كبير لكن بيقدر يشوف شكل الوحش وبيخاف منه وبيجري. في نفس الوقت بتخبطها عربية من الجنود وبيعرفوا منها ان هي كابتن طيار سنيكلر اللي طيارتها اتحطمت من المجموعة المتمردة، وان هم وجدوا مكان حطام الطيارة وبيدوروا عليها. بتروح معاهم سنيكلر لمعسكر قاعدة العمليات وبتتقابل مع القائد وبتعرفه على المتمردين اللي حاولوا يقتلوها، لكن مش ده الأهم ليها. وبتحاول تعرفه عن اللي شافته داخل المستودع المظلم، وانه بالفعل شافت وحش ضخم وله مخالب شبيهة بالدب، لكن مش بيصدقها القائد ومش مهتم لكلامها. بعدها بيدخل الرقيب وبيكلم القائد انهم مسكوا ارهابي وانه ممكن يكون من المجموعه اللي اسقطت طائره سنيكلر. بياخد القائد جهاز الكاميرا من سنيكلر وبيخرج. بنشوف بعد كده سنيكلر مع دكتور ويلكس علشان يعالجها، لكن بيقول لها ان الجرح مش ممكن يكون من الرصاص. في نفس الوقت بيكون معاها كبير وهو الارهابي اللي مسكوه، وبتساله ان هو كان معاها وليه ما اتكلمش عن اللي شافه، لكن ويلكس قال لها مش هيفهم كلامك. بيدخل الرقيب هوكي وبيتكلم مع سنيكلر انه عارف منطقة العمليات كلها كويس، وانه ما قابلش قبل كده مكان المستودع ومش موجود في الخرائط ولا الاقمار الصناعية. لكن سنيكلر قالت صعب يتم تحديد المكان عن طريق الخرائط او الاقمار، لكن المكان موجود بالفعل، ووصفت ليه الكلام اللي مكتوب على بوابة المستودع. لكن الرقيب ما قدرش يعرف معنى الكلام اللي كتبته. كبير قال لهم ان ده روسي ومعنى الجملة لا تفتح. الرقيب هوكي قال لهم لو المكان سوفيتي يبقى بيرجع تاريخه لأكتر من 30 سنة، ومستحيل إنسان يفضل موجود في المكان الفترة دي كلها. لكن كبير قال له مش إنسان اللي عايش هناك. بنشوف سنيكلر وهي بتقول لكبير إنه هو السبب في إسقاط الطيارة وقتل المساعد جونسون، لكن قال لها هو كان مجرد سائق ليهم وكان مجبور يعمل كده علشان يحمي عيلته من المتمردين. في نفس الوقت بنشوف سيرانو بيبدل خدمته مع إفرنت، وهما بيتكلموا مع بعض بيختفي سيرانو وبتظهر مجموعة من الوحوش وبتبدأ تهاجمهم. وبتعرف سنيكلر ان الوحوش خرجت من المستودع وتعقبوا مكانها. وبعدها الراكب هوكي بيتكلم مع القائد وبيقول له ان هم تعرضوا لهجوم، لكن القائد بيعتبرهم من المتمردين، وهوكي بيقول له ان اللي بيهاجمهم وحوش. في نفس الوقت وحش ضخم بيقتل إفرنت وبتحاول لافيات تنقذه وبتقتل الوحش، لكن بتقدر تتمكن منهم الوحوش وبتقتل بتريسون وترافيس. وبيهجم وحش على سنيكلر وبيحاول يقتلها، لكن بيقدر كبير ينقذها وبيقتله. بعد كده بيتجمع الفريق كله وبينزلوا داخل خندق ليحميهم من الوحوش. وبيطلب الرقيب من لافيات ترجع لمخزن الأسلحة، وبيقول لجونيس يساعده في التغطية علشان يقدر ينقذ القائد. وأخد ويلكس معاه واشتبك مع الوحش وقدر ينقذ القائد، لكن بيهجم عليهم واحد تاني وبتشتبك مع سنيكلر. وبيقدر بروميد يفتح قفل مخزن السلاح وبيدخلوا كلهم يستخبوا فيه وقفلوا الباب، وإن هم هيستنوا لحد النهار ما يطلع. الرقيب بيسأل كبير لو كان عارف حاجة عن اللي بيحصل، وهنا بيقول له كبير انه ما كانش اتولد لما الروس احتلوا ارضهم، وان في مركبة فضائية اخترقت الغلاف الجوي ونزلت عندهم، وان في نفس الوقت كان ابوه بيحارب في صفوف المجاهدين. وبحلول شتاء 1988 بدأت القوات الأفغانية في محاربة الروس. وبتسأله سنيكلر عن اللي شافوه ساعتها، قال لها الموضوع بدأ يحصل من 9 سنين، أول مرة باختفاء الرجال والنساء من القرية، وإن هم وجدوا البعض منهم متاكلين بهيئة وحش بياكل فريسته، وظنوا اللي بيعمل فيهم كده مجرد ذئب، وإن أبوه بدأ يرتب لرحلة علشان يطارده. لكن فجأة بينسحب السوفييت وكل شيء انتهى، وفقدوا 46 واحد ومن ضمنهم أبوه.
تاني يوم بالنهار بيخرج الفريق وبدأوا يأمنوا القاعدة من الوحوش، وبيكتشف الفريق بوجود جثة من الوحوش، وبيروح الرقيب وسنيكلر علشان يشوفوها. وبيبدأ دكتور ويلكس بتحليل جثة الوحش، وبيكتشف ان اعضاء الوحش عبارة عن اعضاء لجسم بشري. وبيفوق القائد وبيقول لهم ان السوفييت استخدموا طريقة لدمج الحمض النووي الفضائي لانسان بشري، وقال لهم في ديسمبر 1979 نزل جسم مجهول داخل الغلاف الجوي فوق مدينة سيبريا، وانه نزل في مكان اسمه هوندا كوش بالقرب من القاعدة اللي هم فيها، وان الروس ارسلوا فريق للتحقيق ووجدوا ان هي مركبة فضائية، وان الغزو الروسي لافغانستان كان عملية سرية علشان يحققوا اهدافهم من نزول المركبة. وفجأة بيصحى الوحش وبيهاجمهم كلهم وعاوز يقتل سنيكلر، لكن بينقذهم القائد فينيش وبيفجر نفسه في الوحش، لكنهم بيكونوا فقدوا أجهزة الاتصال. وبتقول لهم سنيكلر إن الوحش حاول يعرف أفكارها، وإن هي عارفة مكان المستودع اللي عايشين فيه. وبيبدأ الفريق في تجهيز الذخيرة، وبنشوف الرقيب هوكي بيعرض على كبير إنه يمشي، لكن بيرفض طبعا علشان ينضم معاهم وينتقم للي حصل لأبوه. بيروح الفريق لمكان المستودع، وبيبقى الاتفاق على الخطة ان هم يفجروا المستودع بالكامل. وبيدخل الرقيب هوكي وسنيكر علشان يفجروا المستودع، لكن بتاع السلسلة بتاعت سنيكلر وبيلاقيها هوكي، لكن فجأة بيظهر وحش وبياخد هوكي للنفق تحت في المستودع. بيخرج الفريق علشان يفجر المكان، لكن فجأة بيتواصل هوكي مع سنيكلر وبيقول لها تفجر المكان كله، لكنها رفضت وقررت تنزل مع الفريق علشان تنقذه. وبالفعل قدرت توصل لداخل المستودع، لكن بيكلمها ويلكس وبيعرفها ان في اشاره باخلاء المكان، وان خلال 20 دقيقه الطيران هيفجر المكان بالكامل. بعد كده بيفوق هوكي وبيشوف الوحش، لكن الوحش بياخد باله منه وبيبدا يهاجمه علشان يقتله، لكن بيقدر هوكي يتخلص منه. في نفس الوقت بيكون الفريق بيبحث عن هوكي، وبيشوف كبير بعض من الجثث وبيعرف ان هم من قومه، وبيكتشف ان هم اتعمل عليهم تجارب. بعد كده بيهرب هوكي من وحش تاني وبيقدر الفريق ينقذه. في نفس الوقت مجموعة من المتمردين بيهجموا على ويلكس وبيبدأ يشتبك معاهم، وبرومي بيضرب جهاز الانذار علشان الفريق يهرب. وسنيكلر بتقول لهوكي ان هم خلوك عايش علشان كانوا عارفين ان هاجي انقذك عن طريق قراءة افكارها، وان هم عملوا ليهم كمين. بيحاول الفريق يهرب وبيقفلوا الباب، لكن الوحوش بتحاول تفتحه. جونس قال لهم يهربوا وان هو يحميهم. بعد كده بنشوف ويلكس وان السلاح معاه بيعطل، وبيبدأ المتمردين بيهجموا عليه. في نفس الوقت بيهجم وحش على لافيات، ولما هوكي بيسأل كبير عليها قال له ان هي ما خرجتش معاهم، وهوكي قال انه هيرجع تاني علشان ينقذها، ولو ما رجعش بعد 5 دقايق يهربوا. وبتهجم بعض من الوحوش على سنيكلر وكبير وهم في المصعد، وبرومي بيطلب من ويلكس انه يخرجهم، لكن بيكون واحد من المتمردين بيحاول يقتله. بيرجع هوكي علشان ينقذ لافيات، لكن بيكون الوحش قتلها، وبيشتبك هوكي مع الوحش وبيحاول يقتله. وفي نفس الوقت بيكون جونس بيحاول يخرج، لكن الوحوش بتفتح الباب، لكن بيقدر يفجر نفسه فيهم، وبيقدر هوكي يستخبى من التفجير. بعد كده بنشوف ويلكس قدر يتخلص من المتمردين وبيحاول يرفع المصعد علشان يخرج سنيكلر واللي معاها، لكن بيكون في عطل في المصعد وبيسحب العربية. وبيحاول ويلكس يوقف العربية، لكن بيرجع يهجم عليه تاني مجموعة من المتمردين. وبنشوف مجموعة من الوحوش بيحاولوا يقتلوا سنيكلر وبرومي، وفعلا بتقتل الوحوش برومي، وكبير بيطلب من سنيكلر تهرب، وبتقع العربية على المصعد وبتنفجر في المكان كله وبتقتل الوحوش. في نفس الوقت بتلاقي سنيكلر جهاز لاسلكي، وبتعرف انه فاضل 4 دقايق على التفجير، وبتتقابل مع هوكي وبيمسكوا في سلك المصعد وبيهربوا من الوحوش. في نفس الوقت المتمردين بيوصلوا لويلكس علشان يذبحوه ويصوروه، لكن بتقدر توصل سنيكلر وهوكي وبينقذوه وبيقتلوا المتمردين. وبيشوف هوكي طيارة التفجير وصلت، لكن بيقدروا ياخدوا عربية وبيهربوا من التفجير. في نفس الوقت بتوصل طيارة وبيخرج منها 2 ملقبين برأس الحربة علشان ياخدوا الكاميرا اللي مع القائد فينيش، لكن مش بتبقى موجودة معاه. وبنعرف ان الكاميرا مع سنيكلر وبياخدوا العربية وبيهربوا. وبكده بنكون وصلنا لاخر فيلمنا، وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل الملخصات الجديدة، وما تنساش تشترك في ملخص على كيفك. سلام.